السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتير مننا بيكون عايز يعمل كتاب إلكتروني ويكون بطريقة سهلة. أنا لقيت موقع جميل جدا يعلمك إن أنت تعمل كتاب إلكتروني يساعدك كمعلم إن أنت تشيره للطلبة، تحط فيه أسئلة وسهل في الشير، وممكن تتيح ليهم إنهم ممكن يعدلوا فيه. تعالوا بصوا معايا كده على الكتاب. أدي أول حاجة هي وتقلب كده زي النماذج اللي بتعملها لنا الوزارة، والموقع مجاني تماما. تعالوا مع بعض نشوف ازاي ان انا اعمل كتاب الكتروني بامكانياتي انا كمعلم. اول حاجة هفتح اي محرك بحث عندي، تمام، وهكتب فيها اول حاجة فليب بوك، واختار اول لينك هيطلع لي. طبعا لازم علشان ان انا اختاره، لازم ان انا قبل كل شيء ان انا اسجل دخول. لازم ان انا اسجل الدخول بتاعي. تمام. هو بيقول لي دلوقتي انت عايز تصنع الكتاب دوت عن طريق الذكاء الاصطناعي، يعني كمان مديني اشكال وحاجات كتير ان انا عشان ان انا اصنع. طيب انا هاجي اسجل دخول من اي محرك عندي بحث. طبعا انا سجلت اهو. انت هعمل تسجيل خروج عشان تشوف احنا بنسجل ازاي. بصوا بقى معايا هنا، بيقول لي تسجيل الدخول انشاء حساب مجاني ولا ان انت عندك حساب على جوجل. طبعا لو انا عندي حساب على جوجل هتبقى هضغط عليه. طبعا ما عنديش، هبدأ ان انا اختار هنا هو المتابعة منين. بيديني هنا هو الحسابات بتاعتي اللي عندي ان انا هختار اي حساب اعمل منه. اخترت الحساب ببدأ ان انا اعمل له متابعة، هيعلمني ان انا ادخل عليه. هنا دي الواجهة الرئيسية للبرنامج. عندي هنا هو التصميم بتاع الكتاب والايقونات دي اللي انا هستخدمها. وطبعا هنا هو بيقول لي انت عايز ترفع الكتاب دوت منين. انا محتفظه بيه مثلا على الكمبيوتر بتاعي او محتفظه بيه على الموبايل زي ما انا محتفظه بيه كده. بس اقول لكم على حاجه، لازم يكون الملف اللي عندي PDF، ما يكونش وورد، لان الوورد بيبقى صعب شويه. تعالوا بقى هنا هو هنعمل ابلود للملف من الجهاز عندي. اخترت اهو ملف، بيبدأ ان هو يحمل. ابتدى هو يخلص تحميل، ننتظر شوية. حمل الكتاب اهو، بيبدأ هنا يفتح لي الايقونات الخاصة بيه بقى، اللي هي هبدأ ان انا العنوان اللي انا عايز احطه تمام. طيب الوصف اللي انا محتاج اوصف الكتاب دوت مثلا هنقول الانجازات المدرسة خلال العام. تمام. يبقى انا كده عملت الانجازات بتاعه المدرسه خلال العام. طيب نيجي نختار الالوان اللي هي الخاصه بالخلفيه بتاعتي. طبعا هو برضو في ان انا ممكن احوله عربي، يعني انا دلوقتي ممكن احوله عربي عشان يبقى سهل معايا. اهو قلب كده معايا عربي. هنا في الاعدادات اللي هي الاساسيه. هنا هوت ان انا ممكن اقلب على الهاتف بتاعي، إظهار ومطالبة الصفحات الأولى والأخيرة، صوت التقليب، كمان الماوس. كل الحاجات دي اللي هي الإعدادات الخاصة بيك. تعالوا كده نشوفه أهو، قعد بيقلب. طيب دي كده الإعدادات اللي هي الأساسية. تعالوا بقى نشوف الإعدادات الخاصة بشريط الأدوات، صوت الخلفية اللي هي معرض الصور، الحاجات دي كلها والتنزيلات اللي أنا عايز أنزلها. كده أنا خلصت اللي هما الأيقونتين دول. تعالوا نشوف اللي بعد كده. لو عايز تحط مثلا شعار او عايز تحط لوجو الخاص بيك برضك من خلالها. يبقى احنا كده وشوفنا هنا هو التصميم بتاعي احنا قلنا التصميم عايزه عامل ازاي. اعدادات الخلفية اهو، عايز الخلفية تكون ازاي او عرض الصفحة ازاي.
القلبة ازاي. واعدادات الخلفية اهي. لون التدرج، عايز اللون بتاعي ايه مثلا، هل عايزينه احمر ولا عايزه اخضر اهو. مثلا عايزينه اخضر، تمام كده اقول له موافق. وهنا التدرج اللوني برضو اقول له موافق. ملف صور الخلفية هيديني هنا انت عايز الصور ايه. ممكن احط صور من عندي من على الجهاز بتاعي. نشوف الصور اللي عندنا ايه. اخترت الصورة دي. بيديني عايز موضع الخلفية ايه، يعني بالطول ولا بالعرض ولا عايزها ايه بالظبط. يعني هل انت عايزها على كله ولا ايه. تمام. دي كل الحاجات اللي هي الخاصة بالخلفية وعرض الصفحات انا عايزها ازاي، واعدادات التقليب. هنا بيحدد لي بقى المدة والجمهور الخاص بيك. طيب نرجع تاني لنسخة الكتاب، وتعالوا نشوف النسخة الكتاب خالص. لو انا عايز بقى في هنا هو عندي مشاركة وفي فتح. تمام. تعالوا بقى اما نشوف كده. بيديني هنا انت عايز الكتاب هنا تنزله بالباركود، ولا عايز تعمله تضمين، ولا عايز ان هو نسخ دوت وتحطه تبعته على الفيس او على تويتر او اي حاجة. ده هو الخاص ايه بيه. كده نسخة الكتاب اهي اكتملت. تعالوا بقى نشوف معانا اهو. وطبعا الخلفية ظاهرة اهي معايا. بكده بنكون خلصنا ازاي عملت كتاب الكتروني واقدر ان انا اشاركه. شكرا لكم.